لو رجع بعد ما اختفى تستقبليه ولا ترفضيه؟ بعد ما اختفى رجع فجأة بعت رسالة قالك وحشتيني وكنت بمر بظروف، وهنا أغلب الناس بتغلط لأنها بتسمع الكلام قبل ما تبص على الحقيقة. في الحلقة دي هقولك ازاي تعرفي هل رجوعه ندم حقيقي ولا مجرد محاولة يرجع يضمن وجودك من جديد. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن أسباب الاختفاء المفاجئ، وقلنا إن الاختفاء مش دايما معناه كره، لكن كمان مش معناه إن كل واحد يرجع نديله الفرصة التانية. وده ياخدنا لأهم سؤال: هل كل شخص بيرجع يستحق فرصة؟ الإجابة لأ. لكن إزاي تعرفي؟ تعالي نشوف. أول علامة هو اعتذر ولا لأ. أول حاجة اسألي نفسك لما رجع، هل بدأ باعتذار ولا بدأ وكأن مفيش حاجة حصلت؟ في فرق كبير بين شخص يقول أنا غلطت وشخص يقول أنتي عاملة إيه. كأن الأيام اللي اختفى فيها ما كانتش موجودة. الشخص الناضج بيعترف بخطأه، لكن الشخص اللي بيهرب بيتصرف وكأن المفروض تنسي كل حاجة. لكن الاعتذار لوحده مش كفاية، لأن في ناس بتعرف تعتذر لكن عمرها ما بتتغير. وفي الفصل اللي بعده هقولك أخطر علامة لو شفتيها فكري 1000 مرة قبل ما تدي الفرصة الجديدة. خليني أقولك حاجة: في ناس بتعرف تقول الكلام اللي نفسك تسمعيه. اتغيرت، عرفت قيمتك، مش هكرر اللي حصل. الكلام ده جميل، لكن السؤال الحقيقي ايه اللي اتغير فعلا؟ واحدة بتحكي رجع بعد شهر، اعتذر وقال انه اتعلم الدرس، سامحته. بعد اسبوعين رجع يختفي بنفس الطريقة. هنا المشكلة ما كانتش في الاعتذار، المشكلة ان السلوك ما اتغيرش. افتكري الجملة دي: الكلام يطمنك لحظة، لكن الافعال هي اللي تطمنك العمر كله. رجع لانه اشتاق ولا لانه فشل؟ ودي نقطة ناس كتير بتخاف تواجهها. مش كل شخص بيرجع يبقى ندمان، أوقات بيرجع لأن العلاقة التانية انتهت، أو لأنه حس بالوحدة، أو لأنه اتأكد إنك لسه مستنياه. عشان كده ما تسأليش هو رجع، اسألي رجع ليه. لو رجع وبدأ يضغط عليكي بسرعة يبقى غالبا مش بيدور على علاقة صحية. لكن لو رجع واستحمل إنه بيبني الثقة من أول وجديد فده مؤشر أفضل. الثقة ما بترجعش بالكلام، الثقة بترجع بالوقت وبالأفعال. الفرصة التانية مش حق. في ناس تقولك اديله فرصة، لكن الحقيقة الفرصة هدية مش حق. من حقك تقولي أنا ما أقدرش أكمل، ومن حقك كمان تدي فرصة لو شفتي تغيير حقيقي. لكن اوعي تدي فرصة بدافع الخوف من الوحدة بيخلينا نرجع للعلاقات، لكن المفروض نخرج منها. اسألي نفسك سؤال واحد: لو الشخص ده دخل حياتك النهاردة لأول مرة بنفس التصرفات اللي عملها، هل كنتي هتوافقي عليه؟ لو الإجابة لأ، يبقى ما تخليش الذكريات تخدعك. استني، لأن لسه في حاجة أخطر. في ناس لا بتختفي ولا بترجع، لكن طول الوقت بتشدك وتقربك وبعدها تبعدك. يوم يحبك ويوم يتجاهلك، يوم يحسسك انك اهم شخص، يوم يخليكي تشكي في نفسك، وده اسمه التلاعب بالمشاعر. في الحلقة اللي جاية احنا هنتكلم عن اخطر لعبة نفسية في العلاقات. ليه بيقرب منك ويبعد بعيد؟ هل ده حب ولا تلاعب؟ صدقيني بعد الحلقة اللي جاية هتبصي لتصرفات ناس كتير حواليكي بطريقة مختلفة تماما. انا اسمي دودو، وده كان ما وراء العلاقات. اشوفكم في الحلقة الجاية.